بس خلينا اقول انه كابتن طاهر احسن الاختيار في الدكتور كمال درويش. حقيقي ان الدكتور كمال شخصيه متزنه وعاقله ورزينه، والمجلس كله تحس ان هو توافقي. لا يعني واخد لا مش عارف، حاسس كده ان هو انا مش معترف معاك بده. لكنه الدكتور كمال يعني ربنا يكون في عونه، لانه عنده الغام كتيره جدا داخل المجلس. انا ما بحبش اجمل الكلام. عنده الغام كتيره داخل المجلس، بس هو مايسترو، يعني هو يقدر يظبط يعني الريتم. لكن توزيع الملفات يا كابتن شوبير، حاسس ان هو يعني توزيع المهام داخل مجلس الاداره، حاسس ان هو مقنع. يعني يسيبوا مثلا اداره الكره للكابتن ايمن يونس، هو بخبرته الكبيره يتعامل مع الجهاز الفني واداره اللعيبه. قدامنا الصوره الكابتن ايمن بيسلم عبد الواحد السيد. هو بيسلم ولا بيستلم الكاس؟ هو بيستلم وبيسلم، يعني هي طبعا فرحه، ما هو فرحان طبعا الكابتن ايمن يونس جدا. وهو الراجل قال ان هو عانى معاناه شديده جدا الفتره الاخيره. يعني هو ده تصريحاته. اولا يا كابتن وليد، خلينا نرجع للنادي الاهلي. ليه بقى؟ هل معلش لا حربط طيب عشان الناس بتزعل بس. كابتن محمود الخطيب نائب رئيس، ده اسم حاجه يعني هلمه في كره القدم. مش كده برضه ولا انا مش واخد بالي؟ طبعا والكابتن حسن حمدي رئيس النادي، ده حاجه عظيمه جدا. خلينا نروح قبلهم بقى الكابتن صالح سليم. خلاص يعني ايه يعني اسماء ما انزل الله بها من سلطان. ما ينفعش لا الكابتن صالح سليم لوحده كان يستلم ملف كره القدم في النادي الاهلي، ولا الكابتن ولا الكابتن حسن حمدي ولا الكابتن خطيب، صح؟ ما ينفعش الكابتن ايمن يونس لوحده يمسك ملف كره القدم في نادي الزمالك، ده مستحيل. ده مستحيل حقيقي، وجهه نظري كده. على فكره انا في حوارات دايما بقول للكابتن ايمن يونس ده في التليفون على فكره. يعني اللي بقوله على الهوا ده بقوله له في تجربه النادي الاهلي هي الاحسن ان هو يبقوا ثلاثه، يبقى فيهم رئيس النادي لما له من قوه داخل المجلس. تمام. رئيس النادي مع الكابتن ايمن يونس، وينضم واحد علشان لما يختلفوا او لما في حاله التعادل الهدف يحسب بهدفين. يعني لو الكابتن ايمن قال حاجه ورئيس النادي قال حاجه، يعني يبقى في ثالث اللي هو مرجح، اللي كان ربنا يشفيه يا رب ويرجعه بألف سلامه الكابتن طارق سليم. في فرق بين ان انت قضيه تمسكها لمحامي، ده مقبول. ايوه. لكن ملف كره القدم ما ينفعش يبقى الكابتن ايمن يونس لوحده مسيطر عليه. ما ينفعش. ما ينفعش، ده امر غير معقول على الاطلاق. يعني زي ما انت بتقول، قوه لجنه الكره في النادي الاهلي يا كابتن ان فيها رئيس ونائب رئيس النادي، وفيها نجم كبير زي الكابتن طارق سليم. انضم لها بعد كده هادي خشبه لو تاخد بالك، وانضم لها بيدخلوا الكابتن سيد عبد الحفيظ بس مش في الجزء في اجزاء محدده بالاداريات. لكنه الاساس انه ما ينفعش شخص لوحده يهيمن على الكره في اي نادي. ده بيحصل في الانديه الصغيره يا كابتن وليد. ليه؟ بيبقى هو الممول، هو اللي بيصرف، هو اللي بيجيب الفلوس، هو اللي بيجيب الدعم، هو اللي بيصرف من جيبه، هو اللي عامل الفرقه كلها من اولها لاخرها. فشيل يا عم شيلتك. لكن في نادي زي نادي الزمالك، ده وجهه نظر، ارجو انها ما تغضبش حد. يعني انا من الصور مثلا اللي زعلتني قوي يا كابتن وليد، انه كابتن ايمن بيرفع كاس مصر. لا، ما يرفعش كاس مصر، برغم انه فرحان، وهو تعبير عن الفرحه غصب عنه، لكنه هو يسلم الكاس للكابتن عبد الواحد، ده مقبول جدا. يعني حضرتك لما ترجع بقى بالصوره للنادي الاهلي وبيستلم كاس افريقيا، هتلاقي سلموا الكاس لواء الجمعه. ما فيش الكابتن حسن حمدي يرفع، الكابتن الخطيب ما قالكش انزل اسلم معاه، لا هو رئيس النادي موجود، واخد بال حضرتك، كابتن النادي بيستلم، روح يا ابني افرح مع زملاتك. وعلى مدار التاريخ كده يعني كابتن ايمن شخصيه واعده في عالم الاداره الرياضيه حقيقه يعني. وانا تعاملت معاه في مجلس اداره النادي الاهلي. ما ينفعش انه ينسب ليه فقط الفوز بكاس مصر. الفوز بكاس مصر مجلس الاداره السابق برئاسه الاستاذ ممدوح عباس وكل الناس اللي مش عارف بيقولوا لي حاجه، وكل الناس اللي موجودين، وثم مجلس الاداره الحالي، يعني عمل عمليه تنظيميه الى حد ما لا باس بها. لكنه اتصور انه ما ينفعش ملف كره القدم بالتحديد يبقى في ايد شخص واحد. يعني انا مثلا جالي تليفونات من بعض اولياء الامور جوه نادي الزمالك، كانت في رحله لقطر، فالكابتن ايمن لغاها، فلا الامور زعلانين جدا. يقول لك الوضع السياسي ده حاجه والرياضي حاجه ثانيه. ايمن لما كلمني كان بيكلمني بفخر انه ده موقف وطني، لكن عشان انت اديت القرار لواحد بس، لكن لو عرض على مجلس اداره ممكن كان هيبقى في اصوات وهيبقى في ديمقراطيه، يقنع مجلس اداره او تشوف اولياء الامور، لانه الاولاد بقى لهم فتره يعني فيها مليون حاجه. وانا على فكره ضد المقاطعه الرياضيه بكل احوالها. يعني ده امر
امر، والناس هناك الشعب القطري بيحبنا بشكل غير عادي. ووجود الزمالك او وجود الاهلي لو دعوات، انا مش ضد ده على فكره. الناس بتغضب مني ان انا بتكلم، واحنا رحنا كتير، وللامانه الشعب القطري، ما هو المشكله ان احنا لازم نفصل الحكومات والقيادات السياسيه عن الشعب. نفس الوضع اللي كابتن شوبير قعد يهاتي فيه مع الجزائر، وقلنا شعب الجزائر ده بيعشق المصريين، والله كانوا بيشدونا كده من المحلات يقولوا لنا خدوا اللي انتوا عايزينه وامشوا. ده الشعب الجزائري. لكن على مستوى السياسه في خلافات سياسيه دي يعني متهيألي ملهاش علاقه بالكوره. كابتن شوبير